السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ سمحوا لي على الغياب ديالي لانه عندي بزاف ديال لي كوموند وعندي الروينه في هاد الايام هادي. المهم قبل ما نبدا معكم غادي نوري لكم هاد الصفحه هادي ديال لو ماسكاس لو ماسكيك، سمحوا لي. هو هذا اللي كيخدم بزاف بايزومالت، وكيخدم بالرسم. اكثريه الاعمال ديالو او كلها هو عنده الرسم اول حاجه، وعنده ايزومالت. ايزومالت هو داك السكر اللي كنقدروا اننا نذوبوه يعني كنخدموا به اي حاجه بغينا، بحال هادو اللي كتشوفوهم في الصوره. هو كيخدم فيهم الورود، كيخدم فيهم الورق، كيخدم فيهم بحال التفاح، بحال فخومبواز، يعني اي حاجه بغيتي ديكورا بها كديرها بايزومالت. هو واحد السكر كنشريوه، كيكون خالص، كيكون واجد، غير كندوبوه وكنشكلوه باش ما بغينا. المهم انا بغيت نبدا معكم بحال هكذا باش نفهمكم شويه. هذا أنا في البدايات ديالي مثلًا كنت باغية ندير عنده فورماسيون، ولكن عنده يعني كيدير غالي بزاف، يعني ب1000€، 800€ غير باش نعطيكم فكرة. هو كيخدم بحال هادي، فيها السكر، فيها لا بات à sucre، وفيها يعني رسم عليها، وفيه إيزومالت. هذاك اللي كيكون حدا الرسم اللي كتشوفوه هو كامل هو سكر مذاب سميتو إيزومالت، اللي كيخدم بها كامل الكيكات ديالو. هو عنده محل في باريس، مع على ما أظن هو كيكون هو من إسبانيا هو أصله، على ما أظن، وعنده محل يعني في باريس. شوف هاديك الوردة اللي كتشوفوها كامل دارها بإيزومالت البنات، وعنده الرسم فقط، هاد الشي اللي عنده. كامل هاد الورود هاد اللي كتشوفوهم الرسم وإيزومالت كما كتشوفوه. عنده هاديك التقنية، يعني هو خطير في الرسم. كما قلت لكم ديجا، قلت لكم البنات اللي كيعرف يرسم راه غادي يخرج كيكات واعرين وبزاف. وهو دائما الرسم ديالو كيكون شويه كبير، كما كتشوفوا دابا في هذا الرسم كتكون اكبر رسم، وكيعطي لها داك وكيرسمها يعني سبحان الله واضحه ومزيانه. وهذوك اللي كتشوفوهم راه ايزومات اللي كتشوفوا حدا الرسم، كامل اللي كتشوفوه هنا حدا الرسم هو ايزومات اللي كتشوفوه البنات. المهم أنا اليوم غادي ندير معاكم بحال هاد الوردة اللي كتشوفوها تاني. اليوم غادي نخدم معاكم إيزومالت عليها. بغيت نبدا معاكم مع هذا، مع هاد السيد هذا. نبدا معاكم ندير معاكم إيزومالت تاع أنا باش يكون عندكم فكرة. المهم كما كتشوفوا كامل الخدمة ديالي اللي كنشوف غادي نخليكم تشوفوا شوية. هذه من الصفحة ديالو ديال انستغرام. كيف تشوفوا هذاك البحر اللي كتشوفوا كامل مور هذا الرسم هو إيزومالت البنات. هو نوع من السكر كيجي جاهز، ما نعرف واش نقدروا نديرو، انا ما عمري ما جربت، ولكن انا شريته جاهز. هو كيكون شويه غالي، ماشي بزاف، غير شي شويه. هو هذا البنات انا شريته هذا جاهز، اللي غادي تسولي مني شريته من ميترو، واحد المغازه هنا في فرنسا سميتو ميترو. كياخذوا بها غير الناس اللي عندهم كيكون عندهم انتربريز بحال لو باتيسري وداك الشيء. يعني ما كيجيش كل واحد ياخذ منه، لا، غير اللي عنده لاكارت. انا لاكارت خديتها من واحد الصديقه ديالي ومشيت صافي. كندير في الكاسرونه، يا اما كيجي بحال هكا بحال السكر، يا اما كيجي قطع يكون شويه كبيره. انا غير ندوبها، انا ما شفتوش معايا البنات، سمحوا لي، دوبتها فقط، ما درت حتى شي حاجه. غير كتذوبوها، كتجيبوها كديروا فيها اللون اللي بغيتو نتوما، كديروا. انا عندي لاني بغيت نزوق بها داك الالك، فدرت اللون الاخضر فقط. هنا غادي نحركها مزيان. هو طبيعه الحال كيجي شويه سخون، بحال الا قلتو كدوبوا السكر عادي. غير هذا ما نعرف كيديروا معاه المكونات باش ما يتحرقش داك السكر البنات. صافي وهاد السكر سبحان الله كيبقى ابيض، يعني غير كدوبيه كيبقى هكداك ابيض. ولما كتسخنيه كتقدري تشكليه كما بغيتي على شكل ورده اللي بغيتيه لما كتسخنيه. دابا نوريكم معايا. صافي هنا كندير، خديت هذاك لاباط ديال السيليكون، ضروري من السيليكون، ما دير حتى شي حاجه اخرى. كديري السيليكون صافي كتشكليها على شنو ما بغيتي. انا غادي نشكلها بحال هكا، وغادي نخليها حتى يعني تبرد ليا وتيبس ليا مزيان، وعاد غادي نشكلها كما بغيت انا. هاد ايزومالت تقدروا ديروهم في لي مول. الا عندكم شي مول مثلا، نعطيكم غير امثله. عندكم مثلا واحد المول ديال التفاح، كتاخذوا داك المول وكتحطوا فيه هاد السكر هذا لما كيدوب، وصافي كتخليوه حتى يبرد، وكيخرج بحال داك الشكل اللي كيكون عندكم في المول، بحال تفاح او فرومبواز او على شكل ورقه. تقدروا تاني. اما الورد
إلا كان عندكم شي مول ديال الورد غادي يخرج لكم بحال هكا ولا لا، كيما دار داك لو ماسكاك، هو كيشكلهم على يديه، كيدير ورقة بورقة، ورقة بورقة وكيلصقهم بهاد السكر هذا. صافي هنا من بعد ما يبسات ليا خليتها حتى يبسات وخليتهم على جنب. هنا خديت تاني شويه ديال الإيزومالت حطيت فيها اللون الأخضر شويه داكن، وكناخد غير بالفرشاة بحال هكا، غادي ندير على بحال الخطوط. وهذا غادي نديرها على هداك الرسم اللي درت، ندير مور داك الرسم اللي درت ديال المشكة اللي غادي تشوفوه معايا. صافي كندير بحال هكا خطوط بحال هكا. نتوما تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوها، كاين بزاف ديال الامثله في اليوتيوب. اي حاجه بغيتو ديروها كديروها كتشكلوها بهاد الإيزومالت هذا اللي فيه زوين انكم غير كتسخنوه كيتشكل لكم شنو ما بغيتو البنات اللي بغيتوها كديروها. يعني حتى نتوما تقدروا ديروا حتى لي بول، يعني علاش كتاخدوا آمم بالون، كتاخدوا غير بالون أو نفاخة كتنفخوها كتحطوا عليه هذا وكيجيو بحال لي بالون كتحطوهم على الكيكة ديالكم بحال هذا. شوفوا أنا شكلت هادو غادي نوريكم كيفاش شكلتهم، هادو تهرسوا ليا واخا هكداك درتهم بحال هكا صغيرين. المهم كتاخدوا الماء كتحطوهم هذا كيسخن، اللي كيعرفوه غدا كيسخن، اللي ما عندوش هذا كيدير غير لي سيش شوفو هذاك اللي السيشوار هذاك ديال الشعر. صافي كتسخنوا بحال هكا وكتشكلوه كيما بغيتو الشكل اللي بغيتو. هذيك الخطوط اللي درتهم هذوك اللي شفتوهم حدايا اللي كتشوفوهم هنا. صافي وشوفوا هنا راه غادي كنسخنوا ولما كتسخنوا راه كيكون سخون الصراحه. صافي وكنشكل داكشي اللي بغيت انا، نتوما كتشكلوا شوفوا هو كيكون شويه سخونه يعني غير بشويه تخدموا غير بشويه. صافي كتجبدوها ولا المهم ديروا داكشي اللي عجبكم. انا بغيتها بحال هكا. ومن بعد غادي غير نلصقها. باش غادي نلصقها ما غاديش تشوفوا معايا، غادي نلصقها غير بداك ندوب شويه ايزومالت ونلصقوا بها. كتلصقوها ديريكتومون على لا بات سكر. كتاخدوا شي ديال الايزومالت كتحطوها اللور ديال هاد الاشكال اللي درتوها نتوما. صافي كتلصقوها كتلصق يعني فاسيلمون كتلصق بسهوله. ما غاديش تشوفوا معايا ما صورتهاش البنات، سمحوا لي بزاف بزاف، لانه كما قلت لكم لما كيكون كنت دايره فورماسيون وما كانش عندي الوقت و... والكاميرا ما كانش فيها الروشارج وخصني حتى الروشارج وانا ما عنديش الوقت. والمهم سمحوا لي وصافي. واخا هكذاك غادي نشرح لكم. صافي شوفوا انا غادي نكتفي بهذا الشكل هذا، وانتم ديروا اي شكل بغيتو. الا عندكم شي مول حطوا في لي مول، ما عندكمش لي مول ديروا هكا بيديكم. المهم جربوا البنات حتى تلقاو داكشي. راه الا مثلا درتو مع التجارب تما اللي غادي تعلموا. الا ما كنتوش كديروا التجارب ما عمركم ما تعلموا نهائيا. كنعطيها لكم نصيحه، جربوا البنات وخدموا وديروا الاشكال اللي عندكم في راس ما درتوهاش ماشي مشكل مره اخرى. المهم ما تبقاوش غير جالسين كتفرجوا. صافي هذه هي. المهم غادي نكتفي بحال هكا. صافي ونخليها وغادي غير نلصقها على لا بات السكر ديالي. تقدروا ديروا جوج الوان. هنا كان خاصني ندير اللون الفوق كامل الفوق نديرو باللون الابيض باش يجي لي جوج الوان يجي لي احسن. صافي غادي نكتفي بحال هكا وغادي نخليها بحال هاد الشكل هذا. صافي وغادي ندير وحده اخرى. المهم كنشوف حتى نلقى انا الاخرين تكسروا ليا حقاش ديروا اتونسيون هذا راه فيه ساعه كيتكسر. الا غير شي شويه صافي كتكسر، يعني خصكم ديروا مع غير بشويه. صافي وانا كنسخن وغادي ندير الشكل اللي انا بغيتو. المهم يجي لي بحال داك المهم بحال النار بحال المهم انا غير كنشكل بحال هكا وصافي نحطو على الكيكه ديالي باش تعطيها شويه ديال يعطي لها يعني شويه ديال لا ديكو بحال هاد الشكل هذا. كان عليا انني ندير دو كولوراسيون، يعني واحد الكولوراسيون ابيض على الحواف، ولكن معليش. المهم الكيكه هي هذه. وهنا البنات اللي ما صورتش هنا غير كنحط كنشوف كيفاش غادي يجيني، واش هكا ولا هكا حتى نلقى داكشي اللي انا بغيتو. صافي وغادي نلصق. غادي نوري لكم لا فوتو اللي حداها. غادي ندير لها في الاخير غادي ندير بحال هذوك لا فوتو اللي كتشوفوها، وكنلصقها غير بايزومالت شويه ديال السكر وكنلصقها غير بايزومالت صافي. ودغيا مورا هذيك مشكه درت هذيك الخطوط اللي كنت دايره معاكم. صافي لصقتها وصافي هي الكيكه ديالي جات واعره وجات كما يعني بغيتها انا. وعدلوا شويه لا فوتو تجي لكم هي هذيك البنات، تجي لكم هي هذيك كما كتشوفوا. غادي نقول لكم الحلقه المقبله باذن الله، حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.